من ساعة ما رميت البصل في المية المغلية وخلاص ما بقتش أعرف آكل غيره. تسمعي عن صينية الزبدة؟ يعني أحلى شوية محشي بصل وطماطم وفلفل، شوية محشي بقى الله أكبر عليهم، مش قادرة أوصفلك جماله، مش هتبطلي تعمليه. زبدة وسكر وده يبدوب. سمي الله وصلي على رسول الله. شجعيني بأجمل لايك وما تحرميش نفسك من شوية المحشي دول. نقيلك بقى كام بصلاية كده حجم وسط، يعني 7 بصلات هيعملوا لك مثلا الصينية دي كلها. وهبتدي اعمل ايه؟ زي ما انت شايفه كده، راس البصل اللي فوق دي بسكينه رفيعه هبتدي ادور كده واشيلها، وبعدين هعمل شق لغايه نص البصله بس. الله الله، ده شويه المحشي دول ما اقولكوش كانوا وحشني وحشه. بصوا بقى لغايه النص بس، ما تخليش السكينه تجري. ميه بتغلي بقى، حطي فيها معلقه سكر وانزلي بقى بالبصل بتاعك. يا ام ريانه، هو البصل مش رخيص؟ هقولك هو في حاجه رخيصه؟ شوفي البتنجان بكام والكرنب بكام. يعني انا بقولك 6 7 بصلات. هبتدي اعمل ايه بقى؟ جنبي طبق فيه ميه من الحنفيه عادي، ببرد البصله فيها، وببتدي على طول ان انا افصلها بالشكل ده واخد القشره الخارجيه. انا ما بسلقش البصل، اوعي يتهري منك، يا دوب بس القشره تفك كده خلاص اروح ركناها. طبعا هيقابلك قلوب، يعني في قلوب بتبقى مصمطه كده زي اللي انت شايفاها دي طبعا لسه الحراره ما وصلتهاش، فعادي بركنها وبفرمها في الكبه وبشيلها مفرومه في الفريزر، يعني ما تترميش القلوب اللي مش هينفع اخد القشره الكبيره بتاعتها. يا دوب بس القشره الخارجيه كده تطرى اروح شايلاها حطاها في الميه الساقعه عشان اعرف ان انا افصلها وانزلها تاني لو لقيتها لسه قاسيه. ما بياخدش الموضوع كده بالظبط 7 دقايق. ركزي بقى في الحشوه، والصراحه دي حشوه تركيه وانا بحب اعمل محشي البصل بيها. معايا كده 2.5 كوباية رز، ومعايا ربع كيلو لحمه مفرومه، عليهم كمان بصلايه مبشوره، شويه من الخضره، معلقه دبس الفلفل لو عندك، كنا لسه عاملينه مع بعض، لو مفيش افرمي قرن فلفل. كمان حطيت معلقتين كبار من صلصه الطماطم الجاهزه زي ما الاتراك بيعملوا، مش طماطم بيتي. كمان هحط معلقتين دبس رمان، ربع كوباية زيت. بالنسبة بقى للتوابل، ملح وفلفل وكمون وكزبرة وبهارات محشي، وفي الآخر بقى اديت الملح بس كده. الله على شوية الخلطة دي وعلى جمالها. عايزة تحطي طماطم مسبكة عادية انت عاملاها براحتك خالص، لكن طبعا انا الموضوع ده عايزة اقولك عملته الساعة 11 بالليل. شفت بقى واحدة تركية قرشانة والفيديو طلع قدامي، وبنت اللذينة كانت عاملاه بالطريقة دي، يعني كان فظيع، جرت ريقي، قلت والله لا اقوم عاملاه حالا. بصوا يا جماعه، الجوع يعمل اكتر من كده، معرفش بالليل ايه اللي بيحصل. المهم شايفين القشره ما تبقاش مهريه، لا القشره تبقى ماسكه نفسها بس طريه وتعرفي تلفيها. وحطي بقى كميه كويسه. الله الله على الجمال. كان عندي بقى شويه طماطم كده، والطماطم الايام دي كده الصغيره بتبقى مسكره وزي العسل، فقلت لا يا بت كمان نحط محشي طماطم، مش هيقول لا. عملنا بقى محشي الطماطم. بصوا، احلى شويه محشي البصل والطماطم، بعشقهم كده بعشقهم. والخلطه بقى اللي فيها لحمه مفرومه بقى ما اقولكيش، عامله احلى شغل. كان عندي كمان قرون شطه كبيره كده، قسمت القرن على 2 وحشيتهم انصاص زي ما انت شايفه كده. طبعا الخلطه عندي هنا انا مزوداها شويه، ليه؟ عشان لما احتلي في الفريزر كام صابع ممبار باقيين من كيلو ممبار كنت عاملاه، فحشيتهم عشان كده زودت الرز. يعني شايفين صينيه زي كده ما تاخدش منك 1.5 كوباية رز. شويه شوربه حلوه بقى كده، عليهم معلقه صلصه، وظبطي الملح بتاعهم، وحطي في الصينيه ودخلي الفرن. عايزه تسوي على البوتاجاز براحتك، بس في الفرن بيبقى مركز ولذيذ. بس اهم حاجه غطيه، يا بغطا يا بصينيه يا بورق فويل، وسيبيه بقى كده هيقعد 20 دقيقه. اول ما الميه بتاعته تنشف كده شغلي الشوايه، مفيش 7 دقايق يتحرمش من فوق كده. جهزي بقى معلقه زبده وانزلي بقى على الصينيه. ما شاء الله تبارك الله، مش قادره اوصفلك الطعم والجمال. انا حاسه الناس اللي بتحب محشي البصل جري ريقها، ما تزعلوش مني. يلا قومي اعمليه زي ما بقولك، 1.5 كوباية رز. جربي بس كده الخلطه التركيه دي بجد هتدعيلي، لا يعني ليها حق، جرت ريقي وربنا يبارك لها، خلتني اعمل لكم المحشي واقول لكم الطريقه. بصوا بقى، بصوا الطماطم، ايه يا واد الجمال ده؟ دلع نفسك يا ولا، محدش واخد منها حاجه. هي دي بقى صينيه الزبده اللي بتوحشني وبحب اعملها على طول. بصوا بقى الفلفل، قرون الفلفل وشويه الممبار المحمر. حبايب قلبي، اتمنى تكون عجبتكم وبحبكم في الله. كان معاكي شيماء محمد، والسلام عليكم.